صباح الخير والعافية والجمال على أجمل متابعين. هلا وحبايبي، اليوم جيتكم فيديو جديد من داخل مطبخي. من البداية طلعت هذني حبشكلات الغسالة، قلت خليني أغسلهم مدام مسواق ما عندي وراح يتسوق أبو نور. فقلت هذن المحتاجتين من المسواق راح يجيبهن إلي. قلت قبل لا يجي من السوق خليني أغسلهن ذني حتى على مود يبسن بسرعة، هن بنات ما يتأخرن، حتى على مود أرجعهن قبل لا يجي المسواق. وأنا المسواق محتاج أشياء بسيطة، يعني ما موجود عندي مخضر بس. فقلت خلنا أغسلهن لما يجي. هنا شنو حطيت لي شوية كلور وخليت لي شوي زاهي وبديت أغسل بيهن، لأن الكلور يرجعهن على بياضهن. وأنا بنات ما أعرف الثلاجة إيدي بيها ودائما أمسحها، يعني أي شي يوقع بيها ما عايفتها مثل ما تقولون. هنا أنا بديت هسه غسلتهن وكملت وخليتهن هنا على جهة، قلت خليه ينشفن المي مالتهن وبعدين أشرنهن. والله مرات بنات حتى داخل المطبخ أشرهن. هنا هاي المحتاجات عندي نواقص يعني بالثلاجة: خيار وباذنجان وطماطة وموز. بنات يقولون شلون الأسعار يمكن مالت المسواق، الله يساعد الفقير اللي ما عنده. ايش قال سعر الدولار وش حاط سعر الدولار؟ يعني هاي تاخذين ال25 يقولك ما أخذتش 500 دينار وراجعة بيهن، يعني حتى ما يكفن. والله العلي العظيم مو أي شي تحاجينه، يعني قلس الدولار صعد. الدولار صعد يعني يردون فرصة وجتهم شلون يعرفون يستغلونها، فيستغلونها بالدولار صعد. أي شي تحاجينه قالش الدولار. والله مرات بنات شي ما يسوى، يعني لا مخضر لا أكل لا شي، يعني أشياء هيك بسيطة يقلك الدولار والله صعد. ها هاي هم فرصة وجتهم. والله يساعد الفقير اللي ما عنده الكاسب القوت يومي، الله يساعده. هذا اللي ما عنده منين يجيب؟ ما يفكرون بعد واحد هو منين يجيب. اللي ما عنده أهم شي إيش قال الدولار وإيش حط الدولار. هنا هاي غسلت وياكم الباذنجان والخيار وكملت هاي الطماطمات. أنا هم ما خليتها بالسلة، أحاول أحافظ عليها أكثر يعني وقت، لأن الطماطة هي قليلة إحنا نستعملها. وهنا هاي الباقي من السواق كلها أغسله بنات، بس الطماطة أنا ما أغسله. يعني المتابعين هم يعرفون، يعني أنا دائما أقلهم الطماطة ما أغسلها، أحاول أحافظ عليها أكثر وقت لأن استخدامنا إلها قليل. فهنا بديت هم ما تغسل بنات بالموز وتروح لسوق بنات كتبون الأسعار بيش يمكم غالية إيش قد زايدة عن قبيل، 500 ألف شي أكيد 500. والله بنات حتى الحفاضات أشتريهن ابني يعني 7.5. شنو السالفة ما أعرف، يعني إنه كله يزودونه 2000 بعد 500 ما يزودونه إذا صعد الدولار. لا 2000 1500 هاي على كل سلعة. شنو السالفة ما أعرف. قلت لهم شنو السالفة ليش غالي هالقد؟ وقالوا والله الدولار صعد. وهاي بعد تعرفين إما الرجال يعطي روحه ما أدري والله، الله يساعده والله، لأن يحاول بكل الطرق يريد بس يعيش عائلته وبهالظروف هاي الصعبة. الله يساعده ويعينه. اي والله يا بنات وبنات عودوا أطفالكم ياكلون كل شي، لأن الظروف كل ما جايها تصير صعبة، وكل ما جايه الرجال يعني ما جاي يلحق على العيشة. لأن تعرفون انتم احنا يعني يا دوب اللي عنده راتب يظل على راتبه، واللي ما عنده راتب يظل على شغله. وينه هو الشغل؟ يعني إن كان يشتغل عمالة أو أعمال حرة، يعني يا دوب وحتى الناس قامت ما تشتري بنات، يعني ما تشتري. لأن ليش؟ الظروف صعبة. وحتى اللي عنده فلوس يضمه يقولك أخاف يصير شي، هسه مو وقته، الدولار صاعد ما أقدر أتصرف. يعني الناس كلها خايفة، وحتى السوق تلقينه فارغ وهاي الأشياء ما حد يشتريهن. فهنا أنا سويت وياكم مرقة البوتيتة. وإحنا بالنسبة لنا كل شي ناكل، أنا معودة بنات كل شي ناكل، بس مرات عدة أشياء يعني أحتار بس بهاي النور بنتي، يعني أشياء ما تاكلهن. بعد هاي يعني إلى شعار آخر نفس ما يقولون مريضة مو مثل يعني الطفل العادي يعني ياكل كل شي. لا يعني لازم ألبي لها شنو هي تريده أسوي لها.
فهنا سويت مرقة بوتيتي، وبنات ما أقولكم شلون طلعت الطعم مالتها يجنن والله العلي العظيم. مرات أنا بنات أسويها سلق، ومرات أسويها هيج يعني بدون سلق. هاي يعني إذا واحد مثلا مستعجل أو شي يقدر هيج. وهاي قدمناها غدانا، سهمنا وسهمكم العافية، مرقة بوتيتي والطرش الأحمر. والحمد لله والشكر يا رب يزيد النعمة. اليوم موجود، يقولون باكر خاف ما موجود. نعمة يا رب العالمين زيدها وبارك، الحمد لله والشكر على هاي النعمة يا رب العالمين. فهنا هاي غدانا بنات. وورا الغدا شي أكيد أنا شنو كملت. أما يعني حطيت مثلا غدا يزود ما أذبه أنا بنات أضمني. حتى والله مرات ثاني يوم أطلعه أو أخليه ورا فترة أطلعه. هنا كملت أي شي. بعد ما عندي شي جينا وين لازم استكان شاي. وهناني هاي سويت الشاي، سويته همي شي أكيد الشاي ضروري ورا كل وجبة. بنات الواصلين اللي هنا خلوا لي لايك وتعليق. أحبكم كلش هو.